فهد الهريفي. اعتزال فهد الهريفي. نعم. وعدت الهريفي باعتزال. وعدت الهريفي وندمت اني وعدته. اقول لك ليش، وهذه يمكن معلومه جديده بعد، عن طريق احد. وعدت الهريفي باعتزال وندمت انك وعدته؟ اي، لان في فتره معينه عرضت على احد اعضاء الشرف القريبين من فهد الهريفي انه يمسك مدير كره لما استقال سلمان القريني، واشترط انه يقام له حفل اعتزال عشان يجي مدير كره. اشترط؟ انه اعمل له حفل اعتزال عشان يجي مدير كره. قصدك انه اشترط عليك انه الوفاء بالوعد؟ لا 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 لا، انا وعدت يعني انا هالمساله جتني بعدين عرفت الموضوع، ولكن وعدته بعد. فهمتني؟ بعدين يعني انه اشترط هو انه يجي مدير كره بس اسوي له اعتزال. طب كيف تساوم على نادي النصر؟ ومن هذا عضو الشرف؟ لا، هذا احتفظ فيه لنفسي صراحه. لو طلع فهد الهريفي قال لك يا ابو تركي قول لي، يمكن عضو الشرف هذا مو صادق. يطلع يقول لك مو صادق، عطني على الهواء اسم عضو الشرف. انا اثق في عضو الشرف. ما حد يقول اسمه؟ لا، حتى لو قال لك فهد الهريفي عطني اسمه. حتى لو قال فهد الهريفي اللي يبغاه. ولو ما صدق فهد؟ لا يصدق. لو ما اقتنع؟ لا يقتنع، انا مقتنع. ما يهمك انه فهد يزعل ولا يرضى بعد هالموضوع؟ لا لا، مو يزعل ولا يرضى، بس اني انا يعني لما يحصل هذا الموضوع انه تساوم على نادي النصر، فهذه مشكله كبيره، وانت احد ابناء نادي النصر. فهد عنده جمهور كبير، يمكن يزعل عليك يا ابو تركي. يزعل على الجمهور، انا قلت لك هذه حلقه الصراحه، بقول كل شيء بصراحه. يزعل اللي يزعل ويرضى اللي يرضى. ما همك؟ لا، مش ما همني، بس انا وعدتك اني في اشياء كثير بحط النقط على الحروف وبكون صريح في هذا اللقاء.